كلنا بنواجه أيام بنحس فيها إن الأفكار السلبية مسيطرة علينا. يمكن ساعات بنحس إننا مش قادرين نخرج منها. التفكير السلبي مش بس بيسحب طاقتنا، ده بيأثر على صحتنا النفسية والجسدية. النهاردة هنتعلم إزاي نغير أفكار السلبية لأفكار إيجابية. بصوا بقى، التفكير السلبي من أكتر الحاجات اللي بتسحب طاقتنا وتدمر نفسيتنا. يعني لما الواحد يفضل طول اليوم يفكر في الحاجات الوحشة، طبيعي يحس بالإحباط والتعب. كل فكرة سلبية بتتراكم جوه دماغك شوية بشوية هتتأثر بعلاقتك باللي حواليك. ده غير ان في دراسات قالت ان التفكير السلبي ممكن يسبب قلق واكتئاب وارهاق مستمر، وممكن يدخلك في مشاكل صحية كبيرة جدا. فانت بتضغط على قلبك وعقلك، يعني الموضوع مش بسيط خالص. طب هو ازاي نغير تفكيرنا؟ ان تبقى واعي انك بتفكر بطريقة سلبية وتقول لنفسك انا فعلا بفكر بطريقة مش حلوة. بعد كده هنبدأ نبدل الفكرة السلبية بحاجة إيجابية. يعني بدل ما تقول أنا مش هعرف، قول أنا هحاول، ولو ما نجحتش هتعلم. وده مش كلام تنمية بشرية والسلام، لا دي طريقة فعلا بتفرق. كمان مهم جدا إنك تتكلم مع نفسك بلطف، بدل ما تشتم نفسك أو تحبطها قول عادي هعدي وهبقى أحسن. الكلام ده ليه تأثير كبير جدا. وركز دايما على الجانب الحلو في أي حاجة بتحصل، زي مثلا إنك قاعد بتشرب قهوتك في هدوء. بدل ما تعيش في المشكلة فكر في حلها. الرياضة مهمة جدا، حتى لو هتمشي مشي بسيط كل يوم بتفرق في النفسية. لما تروح الجيم انت مش بتروح بس عشان تخس، انت بتطلع كل الطاقة السلبية وبتطلع غضبك وتعب يومك كله. نفس عميق لما تحس ان دماغك هتنفجر من التفكير، وشوف انت قد ايه هتروق وهتعرف تفكر صح. اختار الناس اللي حواليك، ودي اهم حاجة، القعدة مع ناس ايجابية، الناس اللي بيشجعوك اللي بيدوك طاقة حلوة، اللي لما تتكلم معاهم تحس انك خفيت من همومك. انا عارفة ان تغيير التفكير مش حاجة سهلة ومش بيحصل في يوم وليلة، بس مع الوقت ومع كل مرة تحاول هتلاقي دماغك بتتعود على التفكير الصح. خلي عندك امل، خليك طيب مع نفسك، وافتكر دايما انك تفكر بإيجابية حياتك هتتغير.